السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده. عايزه اقول لكم ان انا هعمل عيش باللحمه. هنا انس كان عايز يعمل البصله، يبشر البصله معايا مصمم. المهم لقاها حاميه وعمال يطلع علينا، راح جري. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هبشر بقى ايه بصلتين كده كبار، او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، يعني على حسب كميه اللحمه. بصلتين كبار كده او 3 وسط، يعني ايه، يعني 2 وسط واحده كبيره، على حسب بقى برضك ايه حجم البصل عندك يعني. تبشريه بقى، وهنا بقى بعصره بقى من المية عشان مش عايزة المية بتاعته، عشان انا ايه مش هعمله في العيش البلدي بتاعنا المصري، لا هعمله عجينة، اللي هو الحواوشي الاسكندراني. طبعا هنا بقى بشرت البصلة وصفيت منها المية، احط بقى عليها التوابل اهوت. طبعا هنا ابو انس بيساعدني، هو في الاكلة دي بيحب ان هو يساعدني يعني، او يعملها معايا بايديه. عذرا. هنا انا بخرط طماطم كده ايه على ايديا، وحطيت بقى التوابل بقى، حطيت ملح، فلفل اسود، مش اكتر من كده، عشان هحط البهارات اللي هي الجاهزة دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. انا بحب اخرط الطماطم على ايدي، مبعرفش اقطعها على القطاعة يعني، وكان عندي قطاعة وباظت فرمتها. فانا متعودة بقى ان انا بعمل الحاجة على ايديا. بقطعها كده تقطيعها ايه حتت صغيرة كده. هو هنا بقى انا خرطت الطماطم وخلصتها، والدقيق بقى هتحطي عليه طبعا دول 2 كيلو دقيق، انت على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. لو كمية قليلة بتحطي ذرة ملح وذرة سكر، لو كمية كبيرة بتحطي زي نص معلقة ونص معلقة سكر برضك. طبعا هنا بص انس عمال بقى يسأل هو ايه ده ايه ده، او بيحب العجينة اصلا. ان يوم ما بنعجن انس بيحب العجينة. هنا حطيت كيسين خميرة اللي هي الفورية الجاهزة ديت، و ادي الكيس التاني اهوك. طبعا بقى ايه ابو انس بقى هياخدها ايه، هو هيعجنها بقى، يدفي مية وهيعجنها. وانا هنا بقى ايه بحضر بقى للحمة وكده. خرطت فلفل الوان برضك كده، خرطته حتت صغيرة. هنا بقى بمسك البصلة كده، بدعكها بقى بالتوابل اللي فيها كلها، وهنزل عليها بقى ايه باللحمة. وطبعا بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هو معايا هو ايدي في ايديا يعني. صراحة يعني ربنا يخليه ويرزقه يا رب، ويهدي ما بيننا يا رب، دايما يهدي كل من كان. هنا بفتح كيس البهارات اللي هي الجاهزة ديت. او انا لابسة جوانتي في ايديا عشان ايديا مفتحة كده ومشققة، يعني صباعي متعور. فما كنتش مستحملة ولا البصل وانا بعمله، ولا استحملت الطماطم، ايديا حرقتني، فعشان كده لبست الجوانتي. هفرك بقى البصل دي كلها في بعضها كده جامد، وانزل عليهم بقى باللحمة. زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي معايا. متنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، متنسوش تحطوا اللايك والشير، كومنت حلو منكم، تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مننا، تعملي سبسكرايب. هنا بقى هنزل باللحمة هي. طبعا الكمية كتير، كمان انا هعمل سجق او صدق، بس في اسكندرية بنقول عليه صدق، اما المصروة سجق. ف طبعا انا ما حطيتش كمية اللحمة كلها عشان كتيرة وكده. هفضل بقى ايه ادعك فيها كده كلها في بعضها كده، احط يعني ادلكها بايديا كده لحد الانسجه كلها ايه ما تختلط ببعضها، تطلع زي خيوط كده. تعرفي ازاي ان هي الانسجه تعمل اختلطت ببعضها؟ ان هي تطلع معاكي تشوف فيها زي شعيرات بيضه كده، خيوط كده.
بعد كده بقى ايه هحط عليها بقى شوية طماطم وفلفل من اللي انا ايه مخرطاهم دولك، بيدوا طعم بردك حلو اهم زي ما انتوا شايفين كده يا قلبي حبايب قلبي. آه طبعا هنا بقى هو كان خلص العجينة وهيلفها بقى عشان تختمر، بتلفيها بقى في فوطة، بتلفيها بملاية مطبخ انت عاملاها للمطبخ، وتسيبيها بقى في مكان دافي تخمر. هنا بقى طبعا انا حطيت شويه من الطماطم والفلفل الالوان، انا عاملاهم على بعضهم، عملتهم على بعضهم. حطيت بقى على اللحمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا دول بقى عشان سبت بقى شويه جزء بقى عشان خاطر ايه اعمل بيه السجق. حطيت هنا بهارات اللي هي بتاعت السجق وحطيت شويه ملح، مش اكتر ولا اقل، عشان خاطر السجق كده كده بيبقى متبهر. وحطيت شعرة فلفل اسود. فما ما بكترش بقى ما دام مستخدمه البهارات اللي هي الجاهزه ديت، ما بستخدمش توابل كتير، بستكفى يعني بالتوابل ديت. بس ايه ممكن ادوق بقى عشان ازود ايه شويه ملح بتاع بس كده عشان ما يطلعش الاكل دلع او عادب. هنا كان انس عايز ياكل من السجق، فخليت له صباع كده بحاله اشوحه له في الزيت وكام حته كده من انا اقصهم. طبعا هنا بقى ايه خلاص ده ايه كده السجق. هقلبه بقى في الطماطم ديت كده هو. دول شلتهم كده بس اشوحهم لأنس عشان كان مستعجل وعايز ياكل. هقلبهم بقى كده بالطماطم بالفلفل كده عشان يشرب من التتبيله، واركنهم بقى عبر الايه العجينه ما تخمر وكده هو. طبعا هنا بقى ايه بقى يعني ايه بحاول ان انا اقلبهم بقى من فوق لتحت لتحت لفوق كده هو، علشان خاطر ايه يشربوا من التتبيله، يشرب بقى من الطماطم والفلفل والتتبيلة وكله يشرب من بعضيه. بس هو هنا بيفتكر ان هو بيتاكل ني. رحت واخداه منه وقلت له لا استنى لما يستوي. مش صابر بقى، خده وجري له بيقول له خد سويلي ده، خد سويلي ده. ربنا ربي يخليه ويحمي ويخلي لكم عيالكم يا رب، يفرحكم بيهم ويفرحنا بعيالنا. طبعا هنا بقى انا قلعت الجوانتي وبوريكم بقى صباعي عامل ازاي، وان ايديا من هنا كده ملتهبة، عشان كده كنت لابسة الجوانتي يعني. هنا بقى كده ابتدى بقى ايه ابو انس يفرد بقى العجينة معايا، وبنفرد كده بقى ايه اللي هو كمية، وبعدين ايه نقفلهم بقى. انا قاعدة بقى قصاده وبقطع بقى انا الايه العجينة قدام منه كده هو. انا ما بفردهاش على زيت، هو الاحسن انا كنت الاول بفردها على زيت، بس لقيت ان العجينة ايه كل ما تفرديها على الزيت بتكش معاك، يعني بتلم تاني، كل ما تتفرد تلم تاني. فمن ساعة ما انا بقيت افردها على دقيق وانا ما بقيتش اعملها غير كده، يعني ما بقيش استخدم لها ايه زيت، لان العجينة لما بتفرديها على زيت بتستهلك زيت معاكي كتير، انما على الدقيق بتبقى اوفر واحسن كمان. اللقمة او الرغيف لما بتفرديه بالدقيق بتفرد معاكي ما بيلمش تاني. دي نصيحة مني ليكم يعني. لما تيجي تعملي عيش باللحمة وتعمليه عجينة كده ما تفرديش على زيت، افردي على دقيق. بالدقيق بتفرد معاكي وبيبقى الرغيف زي ما انت عايزة، يعني ما بيكشش ويلم. لكن في الزيت الرغيف بيكش ويلم. هنا حسن كان بيكلمكم بيقول لكم الشيف حسن الشيف حسن معاكم، ما تنسوش تعملوا لايك. كان بيقول لكم كده يعني ما تنسوش تعملوا لي لايك. هنا انس بقى ايه مصمم ان هو يقف يعجن معاه، فاديته حته عجينه كده صغننه. كل شويه بقى ياخد النشابه من ابوه ويقعد بيقول له انا هعجن معاك عشان احط فيها العيش. هنا كده انا كنت بقى انا بقى بقرص له بقى، يعني بقطع بقى ايه كور بقى على قد الرغيف او على قد اللقمه اللي هنعملها وكده. هو هنا كده بيقفل بقى
يعني بيحط بقى رغيف من تحت او عجينة من تحت من اللي هي اللي احنا فردينها، وزيها واحدة من فوق، ويقفل بقى. ده كده ايه، بيبقى رغيف كبير يعني، او رغيف يعني، بيبقى رغيف على بعضيه. بعد كده برضك هنعمل ايه، انصص بقى، اللي هو مثلا ايه، تبقى العجينة واحدة كده مدورة، وتحطيها وتحطي الحشو في اول الجزء بتاع العجينة، او اول الرغيف كده، وتقفلي بقى ايه عليه الجزء التاني، بيبقى اسمه نص رغيف. إيه، بصوا انا السنة بقى ايه، يعني بيحب بقى اليوم اللي احنا بنعجن فيه، يفضل بقى ياخد حتة عجينة ويعمل زينا. طبعا هنا انا بوريكم الطريقة، للي عايز يعني يبقى يعني اللي بيحبب يعني يتعلم يعني ويعمل وكده. هو طبعا العجينة انا ما صحيح ما صورتها لكوش، او كنت مصوراها ولا المقطع ما جاش يعني، ما اتحطش. العجينة بتنزلي عليها بمية دافية، عشان احنا في شتا يعني، تنزلي عليها بمية دافية حسب بقى ما تاخد معاكي، لان مش كل الدقيق ايه واحد، وتعجني فيها بتتلم بقى معاكي. هنا كنا اصلا نسينا، انا كنت ناسيه ان انا جايبه معايا جبنه موتزاريلا، ونسينا نحطها في الاول. لما افتكرت بقى طلعتها. الجبنه الموتزاريلا جميله، بتدي طعم في العيش بلحمه جميل جدا. هي في الاكلات اللي بتتحط عليها عامه بتبقى حلوه يعني، بتدي طعم في الاكل. بس جربي بقى تحطيها في العيش بلحمه، بتبقى تحفه. هنا بقى ده السجق، ده كده اللي هو الايه السجق. ده كده اللي هو نص رغيف اللي انا كنت بقول لكم ايه عليه، اللي هو ايه، مش رغيف كامل يعني، نص. تحطي على اول الجزء كده هو الحشو اللي انت هتحشي بيه، وبعد كده بتقفلي عليه بالطريقه دي كده اهو. وبألف هنا حبايب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب ان شاء الله. بحطهم بقى على الصاج، وبدخلهم الفرن بقى ايه يتسووا طبعا. انا ما بستناش بقى ان انا مثلا ايه لما نطلع الصاج ونعمل وكده هو، لا انا بعمل وفي صينيه مدوره جنب مني كده، بحط بقى عليها الكميه اللي اتعملت عشان اللي في الفرن لما يطلع، او بقى احط على الصاج وادخل ايه على طول. ما استناش ان انا مثلا ايه افرد، او ما نستناش ان احنا مثلا لما نفرد وبعدين ايه نحط في الصاج ونحط في الفرن، عشان انا ما بسويش غير في الصاج بتاع الفرن نفسه. يعني مش بسوي في صواني بقى وكده وتفضل بقى عندي بعد ما اخلص بقى. طبعا يوم ما بتعجني وبتعملي الاكله دي بيطلع لك مواعين قد كده، فما بحطش في صواني كتير واسوي في صواني. انا بس عندي الفرن بتاع البوتاجاز كبير اصلا، فالصاج بتاعه كبير، فبياخد معايا كميه حلوه. فبسوي بسوي الكميه، وبرجع ايه، طبعا انا بكون مجهزين بقى ايه غيرها في قلب الصينيه. بناخد بقى من اللي هو اللي انا مجهزاه ده، ارصه على على ما الصاج بتاع تنسوش تعملوا الفرن، لايك. وادخلهم الفرن. قول لهم. فبيطلع انا بقى ايه بصورك، معايا قول ايه يلا. كميه كتير قول يعني، اوام. معموله. قول. طب قول لهم بصوا انا بعجن العجينه هنا النهارده. انس كان بيقول لكم بقى انا بعمل انت عجينه بتعمل ايه بقى عشان انت احط دلوقتي؟ هتعمل لحمه ايه؟ واحط اندومي في العجينه. بس هتعمل عجينه ما عشان هتعمل حواوشي. الصوت ها. برضك لغيته يعني، اه. عشان كان في بقى اصوات اه. تانية وكده. اه. شويه لحمه وفي عشان كان سندوتش. عمي ماشي. عم جوزي يعني طب بص كان قول لهم ما موجود تنسوش معانا تعملوا وكده، لايك. فما حبيتش بقى ان انا اطلع ايه ما الصوت تنسوش بقى بعد ما تعملوا لايك. سجلته كده. طبعا هنا انا بوريكم بقى ايه الصاج. طبعا انا كنت طلعت منه يعني، مش هما دول بس اللي انا بسويهم، انا كنت طلعت منهم، بس بوريكم يعني. هنا دي كمية تانية برضك اهو. وبصوا يعني ايه، بوريكم الصاج بتاع الفرن بياخد كمية حلوة. طبعا اللي بيتحمر وكده هو بقوم بقى ايه مطلعاه عشان ما يلسعش او ما ياخدش لون اكتر من كده.
اللي ما تحمرش بقى وشه بقوم زقال جوه كده واقوم ايه, إيه اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حبايب قلبي، ما تنسوناش في اللايك، والسلام عليكم.